كم من أمور تدبر في حياتك أنت لا تعلمها. أنت عارف كل شيء في حياتك؟ والله ما تدري. عندما يقول الله في كتابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليش؟ إنه بعباده إيش؟ خبير بصير، بصير بحالنا، يعلم ما الذي يصلح لنا والذي لا يصلح لنا، ويعلم ما الذي ينفعنا والذي يضرنا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي، والشيخ ابن باز تكلم عن هذا الحديث وقال سنده لا يعرف لكن معناه صحيح: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو كان غنيا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو كان فقيرا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو كان صحيحا لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو كان سقيما ولو كان صحيحا لطغى. ربك يدبر الأمور بخبرته. الله عز وجل يعرف خصائص كل واحد فينا، يعرف أنك أنت ممتاز جدا في التربية لكنك فاشل في المال، ويعرف أن هذا ممتاز جدا في المال لكنه فاشل مثلا في الحقوق الزوجية، ويعرف أن هذا يصلح أن يكون غني. لماذا؟ لأن عنده جلد، يشتغل الليل والنهار ويخدم العباد.